نقطه نقطه، انا ماشي معاك بالعربي وبالراحه وكل حاجه، مش راضي اشرح بالانجلش. تمام. تمام، نيجي لاخر نقطه، والهاردوير ليه 4 مين كومبوننت. يعني ايه يا عمر ليه 4 مين كومبوننت؟ يعني ليه 4 حاجات اساسيه. اول حاجه انبوت ديفايس، الحاجات اللي انت بتدخلها، بمعنى صح الماوس ده انبوت ديفايس، الكيبورد انبوت ديفايس، الحاجات اللي انا بكتب او الكمبيوتر بيفهمها مني او بياخدها مني، دي حاجه اسمها انبوت ديفايس، يعني مدخلات. انبوت يعني مدخلات. نيجي تاني حاجه اللي هي اوتبوت ديفايس. الاوتبوت ديفايس دي يا عمر يعني ايه اوتبوت اصلا؟ يعني مخرجات، ان الكمبيوتر بيخرج لي حاجه. زي ايه مثلا؟ الصوت ده جاي منين؟ هل انا اللي بدخل الصوت ده ولا هو بيطلعه لي؟ بيطلعه لي من السبيكر. في سبيكر هنا في اللاب في الجنب كده او في الجنب هنا، فالسبيكر ده عباره عن ايه؟ اوتبوت ديفايس. الصوره اللي انا شايفها، السكرين ذات نفسها، الحاجه الشاشه اللي انا شايف دي، انا ليه ظاهر الحاجات دي؟ فالحاجات دي ظاهره قدامي، فده يعتبر اوتبوت ديفايس. عندك الستورج ديفايس اللي هو الحاجات اللي تخزن عليها، سواء هاردات سواء كذا سواء كذا. كل ده يعتبر من الحاجات الاساسيه للهاردوير. ورابع حاجه البروسيسنج ديفايس، الحاجات اللي بتعالج البيانات. يعني ايه بتعالج البيانات؟ يعني هي المسؤوله عن المعالجه كلها، والحاجات دي كلها هتتشرح بعدين ان شاء الله.